الأهلي يقرر استكمال الدوري المصري بعد أزمة مباراة القمة، وإليكم التفاصيل. في تطور جديد يخص الأزمة التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قرر النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بين رئيس النادي ومجلس الإدارة، وذلك عقب تهديد الأهلي بالانسحاب من البطولة. تعود الأزمة إلى مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي رفض فيها النادي الأهلي الحضور إلى الملعب. جاء هذا الموقف بعد رفض اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما أثار غضب إدارة النادي الأهلي. وكنتيجة لذلك تم احتساب الزمالك فائزا بالمباراة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف. وبحسب مصادر مقربة من النادي، جاء قرار استكمال الدوري بعد دراسة متأنية للعواقب التي قد تترتب على انسحاب الأهلي. ومن بين هذه العواقب: أولا، عقوبات مالية ضخمة قد تفرض على النادي غرامات مالية كبيرة. ثانيا، عقوبات إدارية تشمل خصم نقاط أو منع النادي من المشاركة في البطولات المحلية. ثالثا، الاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا، وهو ما قد يحرم الجماهير من حلم المنافسة على اللقب الإفريقي الذي يعد الأهم بالنسبة لهم في كل موسم. الجماهير الحمراء عبرت عن قلقها خلال الأيام الماضية حيال مستقبل النادي في حالة الانسحاب، ومع هذا القرار يبدو أن الجماهير ستتنفس الصعداء مع استمرار المنافسة على كافة الأصعدة. بقرار استكمال الدوري، يسدل الأهلي الستار على أزمة كبيرة كان من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على مسار النادي في الموسم الحالي. في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد.